السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. النهارده يا حبايبي هنقدم لكم اكلة شعبية بس جميلة جدا جدا. ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا كومنت وتشتركوا في قناتي، وتشاركوني رأيكم في طبخاتي ووصفاتي لو عجبتكم ان شاء الله. ربنا يا رب يبارك لنا ويبارك لكم ويعوضنا ويعوضكم بالخير والرزق والعوض، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده هنبدأ بقى وصفتنا. وصفتنا كانت عبارة عن كرشة وفشة والحاجات دي بتاع المصامت بقى والحاجات دي. طبعا كنت غسلاها كويس جدا جدا جدا، وبدأت طبعا احط لها مية. كنت بغلي مية وحطيت لها بصل وحطيت لها طماطم وملح وتبلتها كويس، وبعدين رميت فيها الكرشة والفشة والحاجات دي. بدأت تتسلق طبعا واتسلقت وبقت زي الفل تمام جدا. في ناس احيانا يا جماعة ما بيحوشوا الحاجات اللي عاملة زي الشعر دي، اللي هي الجلدة البرانية للكرش. احنا لا، احنا بنحبها. بعدها كده بدأت اعمل الصلصة. كنت بعمل لها صلصه، يعني احنا بنحب نحطها في صلصه. حطيت حله، حطيت فيها زيت وسمنه، وقطعت فيها بصله كبيره كده كويسه، وفلفل اخضر وفلفل احمر. انا بحب اضيف الفلفل لكل حاجه. اول ما بدات اقلبها، اول ما بدات تاخد لون كده وغير البصله، نزلت عليها بالصلصه اللي انا كنت مخزناها قبل كده. حطيت حبه بابريكا علشان خاطر اللون. تبدأ بقى تتسبك كويس جدا. سبتها تتسبك وتاخد راحتها في التسبيكة. بعدها طبعا اخدت الكرشة والفشة واللحوم اللي انا عاملاها دي، جزء منها حطيته في الصلصة او التقلية اللي انا عاملاها. وسبت شوية كده مسلوقين، لان عندي اللي بيحب مسلوق وعندي اللي بيحب ياكلوها بالدمعة او بالتقلية على حسب ما بتسموها. سبتها طبعا تاخد غلوتين كده فيها. هبدأ بقى طبعا اتبلها، التتبيله اللي هي العاديه خالص. وطبعا بسيبها شويه، ده كنت بوريها لكم. بحط التتبيله اللي هي 7 بهارات، فلفل اسود، كمون. اديها كمون يا جماعه، ادوها كمون، اديها كمون بتقلب. الكمون بيوديها في حته تانية جدا وبيخليها كويسه وريحتها وطعمها كويسين جدا. بس برضو ما تكتروش قوي علشان خاطر ما الكمون ما يعملش مرارة. وتحطوه في الاخر قبل ما تيجوا تطفوا كده علشان ما يديش مرارة. طبعا ده كان الشكل النهائي زي ما انتم شايفين. طبعا هبدأ بقى اعمل رز ابيض، كرشة وتقلية وحاجات كده. كرشة وفشة، يعني رز ابيض بالسمنة البلدي، وتاكلي كده بالهنا والشفا وتحمريه ويبقى الدنيا تمام. جبت حله حطيت فيها سمنه وزيت ومكعبين زبده فلاحي. طبعا غسلت الرز وصفيته وحطيته في السمنه والزيت بعد ما سخنت كويس. طبعا هتبداي تحمري فيه كويس، لان على فكره كل ما تحمري الرز كويس كل ما تاخدي رز كويس جدا ويطلع معاكي تحفه تحفه تحفه. حاولي تقلبيه على قد ما تقدري عشان ما يلزقش منك في قعر الحله ويتحرق. ايدك تبقى شغاله فيه. حمريه كويس جدا جدا. حمريه كويس جدا. هو الرز مش صعب ولا اي حاجه، الرز حاجه سهله. بس هم في ناس بتقولك بيطلع معجن ومش عارفه ايه والكلام ده. لا، مش هيطلع معجن ان شاء الله لو حمرتيه كويس واديتيه اديتيه مدته وقت، واخد وقته في التحمير كويس قوي. كمان لما تيجي تسقيه بالشوربه او الميه على حسب انت هتحطي ايه وتعملي ايه، تبقى بنسبه مش كبيره قوي لدرجه ان هو يطلع رز مسلوق. لا خالص، بتحطيه فوق مستوى الرز كده بحاجات بسيطه، وتبدأي تتعاملي وتتبليه والدنيا تبقى كويسة جدا. طبعا انا كنت بعمل اقلب طبعا عشان ما يتحرقش مني ولا يلزق في الحلة من تحت. طبعا يا حبايبي ما تنسوش اللايك والكومنت وتصلوا على النبي في الكومنتات. وتستغفروا ربنا بنية الرزق والعوض لينا وليكم ان شاء الله. وتشتركوا في القناة وتقولوا لي رأيكم في الاكل وفي الوصفات اللي انا بعملها حتى لو كانت بسيطة. وصفاتي بسيطة لكن مشاركتكم ليا هتبقى كبيرة جدا جدا جدا. ما تنسوش يا حبايب قلبي تشتركوا في القناة وتتفاعلوا معايا كده ان شاء الله. طبعا كنت بحمر الرز وبديله وقته زي ما قلت لكم طبعا، علشان خاطر يطلع كويس، ما يطلعش معجن، يطلع مني مفلفل ويطلع كويس. كل يعني في ناس بتعمل الرز
بطريقات مختلفة يعني. في ناس بتعمل للسمك رز مثلا معين، للحاجات اللي هي بتاعة الكرشة والفشة والممبار دي رز معين. في رز ببصل ورز بشعرية ورز احمر اللي هو بيتحط عليه حبة صلصة ده. في الرز الابيض ده، في الرز معمر. انواع الرز كتيرة طبعا، مش هنعدها ولا نقدر نحصاها، وكل بلد وكل واحد وكل شيخ له طريقة طبعا. هبدأ طبعا هنا احط الشوربة، ازودها شوربة. طبعا يا ريت يكون الشوربه سخنه يا جماعه، علشان برضو ده سبب من اسباب ان هو الرز ما يعجنش منك، ان انتي تحطي الشوربه سخنه. او لو هتزوديه ميه مش بتحبي تزوديه شوربه، سخني الميه. حطيت المرقه والملح. حطي الميه سخنه، حطي الشوربه سخنه علشان ما يعجنش منك ويطلع مفلفل ويطلع كويس. ده كان الشكل النهائي للرز، ما شاء الله مش معجن ومفلفل وطعمه كويس جدا. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان انا معروفه بالويكه الصعيدي او الباميه الخضراء، انا بحب اضيفها لكل اكل لان اولادي بيحبوها جدا. بجيب الشوربه اسخنها واخليها تغلي كاني اعمل ملوخيه بالظبط، واتبلها كويس بمرقه وملح وفلفل اسود وكمون وكل التوابل وكزبره. وابدا اول ما الاقيها بتغلي كده بروح حاطه الويكه، ببقى مقطعه طبعا الويكه قطع صغيره. واول ما بتبدا تغلي كده خليها تغلي غلوتين كده، بعدين هنقلها وابدا طبعا اعمل الطشه اللي هي زيها زي الملوخيه. انا قلت عنها في كذا فيديو بصراحه يعني، بس احنا بنحبها، وانا برضو حبيت اصورها لكم علشان تشاركوني قد ايه انا بحب الويكا يعني، واشوف مين فيكم برضو زي كده بيحب الويكا وبيحب ياكلها ومش بيعرف يستغنى عنها يعني. يعني احنا لازم على السفره حاجه حمرا وحاجه خضراء، فما بين الويكا والملوخيه، الويكا والملوخيه. طبعا جنبها بطاطس حمرا، جنبها فاصوليا، جنبها بسله. بس لا، اتنين دول اساسيين عندنا على سفرتنا يعني. طبعا هبدا اطشها كده، التومه، حطيت توم وكزبره واتعملت اتحمرت على النار كويس. اول ما تاخد اللون الدهبي ده هبدا طبعا اطشها. ما تاخدوش بالكم من الفوطه اللي انا ماسكه بيها، هي مش فوطه بس قشطه يعني تمام. طبعا كنت خلصت الاكل وجهزته ورصيته وظبطته وحبيت اوريلكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا حبايبي وكومنت وتشتركوا في القناه. باي.